بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا بمشترياتي الغاليات ومتتبعاتي الوفيات. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وعافية إن شاء الله، وربي يدوم عليكم النعمة والستر وعلينا أجمعين إن شاء الله. كما عودتكم كل يوم أحد وثلاثاء وخميس بحول الله راني نزلكم فيديو جديد وموضوع جديد نتكلموا فيه إن شاء الله. برك نتمنى منكم تدعموا القناة، راها ميتة خلاص. كثروا لي جيم باش يطلع الفيديو، واذا عجبكم المحتوى تاع قناتي اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الاشعارات على كامل الفيديوهات باش يوصلكم اي فيديو ننزله بحول الله. ويلا نبداو حبوباتي بدون اطالة. موضوع نهار اليوم حبوباتي هو نهار الشوفة، نهار اللي يجوا ناس معينين يجوا باش يتقدموا لخطبتك ان شاء الله. وراح نعطيكم نصائح ونحكوا من الالف للياء بالتفصيل. كي يجوا واش تحطي لهم، واش تلبسي، كيفاش تعتني بنفسك، واش تفرشي، واش تضيفي، يعني كل شيء من الالف للياء. بصح قبل ما نبداو لا فيديو حبوباتي كما في كل مره نوصيكم اشتركوا في القناه وفعلوا جرس الاشعارات باش يوصلكم اي فيديو ننزلو بحول الله. وكثروا من اللي جاوا لي كومونتير باش يطلع الفيديو يشوفوا اكبر بنات ويستفادوا منه. ويلا نبداو حبوباتي. اول حاجه حبيت نقسم لكم لا فيديو على زوج اجزاء. البارت الاول راح نحكوا فيه ما قبل ما يجوا يشوفوك، يعني نهار اللي يهضروا مع والديك ويقولوا رانا نهار الفلاني نجو، واش تحضري يعني من قبل، وكيفاش تحضري نفسك وداركم. من بعد راني البارت الثاني راح ندير لكم كيفاتهم يجوا، واش تحطي لهم، واش تلبسي، واش تقدمي لهم. قولوا لي اذا عجبتكم هذه الفكره، ما حبيتش ندخل لكم معلومات في بعضهم وتتخلط عليكم، سورتو البنات اللي ما عندهمش كما نقولوا خياتهم اللي يشوروا عليهم، ولا ما غير هما يعني غير انتيا طفله في ذيك الدار. نبداو حبوباتي بأول حاجة، واللي هي نفسك، وما تخمي في حتى حاجة. أول حاجة تخمي فيها هي روحك، كيفاش تتهلي فيها، كيفاش تباني بأحلى حلة. منيش نهدر على اللبسة، أني نهدر على وجهك، شعرك، يعني العناية الشخصية بالجسم. اول حاجه الوجه تاعك يليق تكوني مهتمه به، اذا كان مثلا عندك حب شباب هاكي تكوني دويتيه من قبل، اذا كان عندك لسان ديري لهم شويه خيار، يعني بماسك ساهلين وحاجات ساهلين متواجدين في البيت تقدري يعني تعتني بوجهك. ماشي لازم كريمات ولازم مرطبات ولازم، كاين حوايج من الدار برك يفيدوا. مثلا وجهك ديري له تقشير دي قهوه، مغرف قهوة ومغرف سكر ومغرف زيت زيتون، خلطيهم وديريهم ومن بعد حكي بهم. اذا راكم حابين نعطيكم وصفات ولا لي ماسك هذون قولوا لي في التعليقات ونديكم فيديو سبيسيال ان شاء الله. نجوز الحاجة الثانية واللي هي شعرك. شعرك كيف كيما وجهك، كثري له الزيوت، اهتمي به، ما تحرقيهش بزاف بالليسور السيشوار، يعني حاولي تعالجيه بطرق طبيعية قدر المستطاع. ثالث حاجة نجوزو ليها واللي هي إزالة الشعر. إزالة الشعر لازم تكوني مهيئة جسمك من قبل، يعني قبل ما ترازي. أول حاجة لازم تكوني تخليه طوال شوية الافونس بسمانة، 10 أيام، 15 يوم، خليه ينوض شوية باش تلقاي كيفاش تنحيه. يعني راكي راح تنحيه بلا سير طبعا. خطيكم الجوتها بالبنات ولا غير تنحوه في الدوش ينوضكم في الكولوار. يعني حاولوا تستخدموا توجور لا سيغ ولا الشمع تاع الواكس، باسكو هذو هما الوحيدين اللي يحافظوا على البشره يرطبوها ومام يطول الشعر باش ينوض عليك. يعني هذه غنيه عن تعريف بلا ما نقولها لكم انا. المهم البنات قبل ما تبداي تنحي اول حاجه ديريها تقشير. انا قلت لكم على الوصفه واش هي من قبيل. قشري المنطقه هذيك مليح، تغسليها تنشفيها، من بعد ترشي شويه طالك باش هذاك الشمع ما يقعدش يتلاصق فيك، شويه امسحي يديك ولا رجليك بالطالك، من بعد نحي بلا صيغ وادهني بزيت جونسون ولا زيت عاديه من بعد ما تنحي باش تهفت البشره تاعك وما تلتهبش. نجوز دوكا لحاجه اخرى. اللبسه تاعك، نهضروا على اللبسه دوكا. اللبسه كل واحده والستايل تاعها، هذه على بالنا بها كامل.
بصح نهار تشوفيه اللي يعني إنسان هذا راه ماهوش حلالك، راكِ مازلتِ راكِ يعني يشوفك وتشوفيه كما كأيها الناس، يعني وكأنه راكِ تلاقيتِ به برا. على هذه البسي لك حاجة مستورة، ما تتعريش، ما تعرفي هذه الدنيا ما نعرف راح يكون مكتوبك والّا ماشي راح يكون. على هذه ننصحكم نصيحة قيّمة يعني، لازم تلبسي لبسة مستورة، البسي قفطان طويل مستور، والّا لبسي جبة، والّا لبسي ما على باليش l'essentiel لبسي حاجة اللي تكون تراعي الشرف تاعك، ما تخلّيهش مثلًا كون ما تعجبيش والّا نهار واحد آخر ولا يقول لهم خرجت ليا عريانة، خرجت ليا تحلّل هي فيّا على الزواج تقريبًا، يعني هذه هي واش راح يقولوا عليك الرجال، احذري منها هذه النقطة. من الأحسن يعني من نهار اللي كي ديسيديو واش من نهار راهم رايحين يجوكم على l'avance بسمانة والله ابداي وجدي، حطي قائمة واش راح تلبسي، واش راح تحطي جاتو، واش راح تحطي ضيافة، يعني من الدقيقة اللي يدخلوا واش راح تحطين يخرجوا، واش راح تفرشي، يعني وجدي كلش قائمة متولة من كلش، من بعدا باه تجيك كي تبداي يعني تخدمي فيها تجيك ساهلة، ما تقوليش نسيت هذيك الحاجة ولا نسيت هذيك الحاجة. وراني في الpart الثاني راح نحكي لكم عليها بالتفصيل هذه، يعني واش توجدي، واش تحطي، واش ديري، فهمتوني البنات؟ هذه هي. كنقطة أخيرة خياتي راح نعطيكم نصيحة. بزاف بنات يعانوا من هذا المشكل، تقول لك أنا دارنا ماشي شابة، أنا ما عنديش فرش شباب، أنا ما عنديش معن شابين. اختي هذو راهم جايين يخطبوك، يعني جاي يدي في إنسانة يعني باه يكون معاها أسرة، باه يبنوا عائلة. إذا لقيتي هذو الناس من النوع اللي يخزروا الشكليات، انت راكي تهنيتي أصلا منهم، علاه تحشمي؟ الفقر ماهوش عيب، هذه الله غالب عليك، تحتمت عليك، والديك سعاو وكبروك ورباوك ووصلوك لهذا النهار، يعني الله غالب زعما عندهم وبخلوا راحة ما حبوش يتولوا دارهم، ما حبوش، يعني ما تحاولوش تجرحوا أهاليكم بهذه النقطة ولا تحشموا منهم، ولا ديري ثقة في نفسك وكوني قوية، وما تخليش كاع هذه النقطة تزعزعك ولا تأثر فيك، وما تبينيلوش ميم با بلي راكي متأثرة بهذه النقطة. إذا كنت يعني أنتِ حاولي تتحفي الحالة برك، إذا حلوى ما تعرفيش تخدمي كوموندي، إذا مثلًا ما عندكش فراش شباب شوفي أختك، شوفي خالتك، شوفي يعني يجيبوا لك فراش الشباب هكا تحطيهم طاح شابين، شهرات شابين، لي ستور شابين، فهمتيني خيتي؟ يعني ما ديريهش كامل هذا عائق، ولا تقولي شفت وحدة مرة في فيسبوك شوكاتني، قالت أنا راني 27 سنة ما رانيش نقبل بالزواج باسكو دارنا ماشي شابة. تخلّي روحك توصلي ل27 سنة بلا زواج ويخطبوها وكلش، هي ماهيش مقتنعة بدارهم بلي تقدر تستقبل فيها ضياف، بيزار هذه أختي بيزار، يعني اقنعوا بواش عطاكم ربي، وكما كل مرة نوصيكم استخيروا وادعوا ربي إن شاء الله إذا فيه خير هذا الإنسان ربي يقدمه، إذا فيه شر ربي يبعدو عليك إن شاء الله. هذا هو البارت الأول تاع الفيديو. استنوني في البارت الثاني إن شاء الله بعد غدوة، نحكي لكم فيه بالتفصيل من دقيقة اللي يدخلوا لدقيقة اللي يروحوا، واش ديري وكلش. برك ما دعمونا بلي لايك وكل كومنتير باش يطلع الفيديو، القناة راها ميتة خلاص والله غير كرهت بزاف. هذا هو نهار اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.